سوشيال ميديا سوشيال ميديا سوشيال ميديا، ايه ما بقاش ورانا غير تصميمات السوشيال ميديا ولا ايه؟ مش هتقدم لنا حاجه كده للمطبوعات دي؟ برضه ما تفوتنيش على فكره، بس انا قلت ايه اهدى لك شويه كده عشان اجيب لك تركايه حلوه، حاجه نظيفه كده تليق بيك. وبصراحه انت معاك حق، يعني المحتوى بتاع المطبوعات جميل وممتع وكل حاجه، وانا كنت عايز ابدا فيه من زمان، ولكن قلت اجيب لك المولتو. شايف المولتو؟ شايف المولتو ده؟ شايف ده هتقول لي ايوه يا عم عمر، ماله يعني المولتو كي وش وظهر، ما انا اقدر اصممه عادي. اقول لك لا، تركايه هنا بقى يا صاحبي. لو انت الكيس ده جيت بصيت في الجنب كده هتلاقي فيه جنب، وهنا هتلاقي فيه جنب برضه، فاهمني؟ فالكيس ده بقى هتقفل ازاي، او هو اتصمم ازاي، او خلي ان هو تصمم هو هتقفل ازاي في الطباعه. بص يا صديقي، احنا نفتحه كده وناكله الاول، وبعد ما ناكله اقول لك القصه دي. طيب دلوقتي بقى بعد ما اكلته، لو جيت فكيت الكيس كده، بص انا جاي لك بقى بتطبيق عملي، فاهمني؟ عشان ما يبقاش عندك حجه. خلي بالك دي تركايه من التركات اللي لو قابلتك في مطابع الاوفست، لما ربنا يكرمك وتشتغل في مطابع الاوفست ممكن يقابلك حاجه زي كده، فوارد يعني. فانا مش عايزك تتلخبط. بص يا صاحبي، انا بعد ما فكيت الكيس بقى عندك الجنب ده وعندك جنب من الناحيه الثانيه، فانت لما بتيجي تفتح مساحه التصميم بتاعتك بتشتغل الجنب الاول، بعد كده الوش، بعد كده الجنب الثاني، بعد كده الوش او الظهر. انا كلامي يبان مجعلص بس هو الموضوع سهل والله، فاهمني؟ فانا دلوقتي هروح معاك عملي، هشتغل معاك مثلا على مقاس 30 في 15، والمقاسات دي على حسب ما بتاخدها من العميل، يعني هي مش ثابته خلاص. فانا لو هشتغل مقاس عرض 30 سم عرض، لو الجنب ده 5 سم فلازم الجنب ده يكون 5 سم، هيبقى لنا ال 20 سم التانيين اللي هيكونوا للوش وهيكونوا للظهر. انا مش عارف انت شايف الكيس ولا لا، ولكن الوش مثلا لو 10 سم لازم الظهر يبقى 10 سم عشان ال 30 سم كلهم، عشان نعرف نقسم ال 30 سم كلهم بشكل صحيح خلاص. فانا دلوقتي هروح على الفوتوشوب افتح مقاس وليكن مثلا 30 في ارتفاع 15 في ريزوليوشن 300، طالما هنشتغل حاجات للطباعه، طالما حاجه ما عدتش ال 50 سم يبقى الريزوليوشن بتاعها 300. وهشتغل معاك سي ام واي كي عشان اكون شغال معاك عملي بشكل كامل خلاص. وهبدا ادوس كرييت. طيب التقسيمه بقى اللي انا قلت لك عليها دي المفروض ان احنا بنقسمها ازاي؟ بص يا صاحبي، لو الجايدز مش ظاهره عندك من هنا بتبدا تدوس كنترول ار عشان تظهر لك من فوق خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عشان انا اقسم المساحه دي لمساحات قد بعض، بروح على فيو وبختار جايدز وبختار نيو جايد. هنا ببدا اكتب 50 وشيفت 5 عشان تحط لي علامه البيرسنت دي خلاص، عشان تبقى 50%، عشان لما ادوس اوكي يبقى الديزاين بتاعي متسنتر في النص بالظبط. تمام. طيب انا عايز اعمل بقى العمود الاولاني اللي هنا عشان قدامه يبقى العمود التاني، عشان يبقى في النص الوش والظهر. هعملها ازاي؟ هروح لفيو واختار جايدز تاني وهجيب نيو جايد تاني، وهبدا مثلا اخلي العمود الاولاني او العمود اللي على الشمال او اليمين او ايا يكن هيكون مثلا 5% خلاص. فببدا اعمل سيلكت من هنا كده لحد الجايد دي، وببدا اسحب السيلكت ده كده وببدا اشد له جايد الناحيه الثانيه خلاص. كنترول دي بقى عشان الغي السلكت. بقى انا كده معايا العمود الاولاني والعمود الثاني اهو، وهنا الوش وهنا الظهر، وساعات الوش بيبقوا زي الظهر عادي خلاص. انا اول حاجه كده هعملها هبدا اعمل ريكتانجل من هنا، هبدا اشده على قد الجايد ده، وهبدا دبل كليك على اللاير كده واختار لون بيج فاتح مثلا. طب انا ممكن اشتغل على قهوه مثلا، مش لازم اشتغل على المولتو. تمام، هشتغل مثلا كيس قهوه ولا حاجه، وهبدا اسحب الريكتانجل ده كده الناحيه دي وهصغره على قد الجايد دي كده من هنا ومن هنا. تمام، يبقى ده العمود التاني. هنا في الوش طبعا ممكن اسحب كوبي من الريكتانجل ده. تمام، وهبدا اشده كده اهو، ولكن اغير لونه للون اغمق مثلا، لون رايح ناحيه البني كده مثلا. تمام، وهسحبه الناحيه دي كده عشان يبقى معايا الوش والظهر، ولكن ده انا ممكن اغمقه سنه. هرجع بقى للصور والتصميم ده انا كنت شغاله العميل قبل كده. تمام، انا بس بفهمك فكره الكيس والمقاسات بتاعه الطباعه، انا مش جاي اقول لك ان انا هعمل تصميم معين، لا انا مختار تصميم عشوائي هشتغل عليه. فهبدا اسحب الصورتين دول معايا على الفوتوشوب. تمام، والداله دي هبدا ان انا اعمل لها ريموف باك جراوند، وكليك يمين على اللاير كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وهاتها بقى وصغرها في الجزء ده كده. طبعا ده الوش بتاعنا. تمام، وهبدا اجيب القهوه دي كده زي ما هي ولكن هصغرها شويه اهو، والداله دي كنترول تي واعكسها الناحيه دي كده عشان انا عايزها الناحيه دي. تمام، والقهوه دي هجيبها الناحيه دي كده اهو. تمام، ولكن هكبرها شويه. هتبدا تعمل ماسك للقهوه اللي طايره دي، وهتبدا تقلل الاوباستي بتاعتها كده بالشكل ده، وهتجيب البين تول وهتبدا تمشي مع الدوران بتاع الداله بتاعت القهوه دي اهو. هتفهم دلوقتي ايه اللي بيحصل. هتمشي كده واحده واحده مع الدوران ده، وهتبدا تيجي هنا كده
اهو هتلف اللفه دي مع الحديد بتاع الداله كده، تمام. انزل من هنا وتعالى من هنا بقى، اعمل سيلكت كنترول انتر وهات البراش تول السودا وخلي الفلو 100% وابدا امسح الاجزاء دي. ولكن في جزء هنا طار اهو، انا ممكن اجيب البين تول تاني وابدا ان انا اعمل سيلكت من هنا كده، تمام، بشكل سريع. يعني انت كده كده لما تعمل زوم اوت مش هتبان قوي. كنترول انتر وهات البراش تول، ولكن المره دي على اللون الابيض وابدا اظهر الحاجات دي كده. طيب لما تيجي تعمل بقى تعلي الاوباستي على الاخر هتلاحظ الفرق، كأن يعني القهوه دي لفه حوالين الداله بالشكل ده. طيب الالوان دي كلها انا ممكن اعملها كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان ادمجهم في لير واحده. خلاص، وهبدا ارجع للصور وهجيب الباترن بتاعت القهوه دي معايا، تمام. هبدا ان انا اجيبها الناحيه دي كده وهاخد منها كوبي وانا مثبت صباع الالت واجيبها الناحيه دي كده. خلاص، وهمسك الاثنين اعملهم ميرج بكنترول اي، تمام. وهقلل بقى الاوباستي على الاخر وليكن على 4%. كويس. طيب هنا طبعا انا عايز الداله دي تكون طايره، فاعمل نيو لاير وهجيب البراش تول السودا وهدي كليكايه كده، كنترول تي، كليك يمين هات الورب، ابدا شد كده، ابدا شد كده اهو، وكنترول تي هاتها الناحيه دي كده، وقلل بقى الاوباستي بتاعتها على الاخر عشان تديك ايحاء ان البتاعه دي طايره. وفي الاخر خالص هتكتب الاسم بتاعك، وليكن هنكتب بن اصيل مثلا، بن. وهجيبها هنا كده واختار فونت مناسب، الفونت اللي اسمه طفولي ده انا بحبه جدا بصراحه، واخليه اللون الابيض، تمام. وتعالى هنا الديكاشات كده بشيفت وحرف التاء من الكيبورد، تمام. كبرها بقى، خد منها كوبي، هكتب اصيل زي الفل. ظبط بقى الاتنين تحت بعض بالشكل ده كده، وامسك الاتنين مع بعض سنترهم في النص بالظبط. ولكن انت ممكن تاخد جيدات من فوق كده بحيث ان انت تبقى واخد مساحه الامان بتاعتك وشغال في السليم زي الفل، تمام. بن اصيل دي ممكن اكبرها سنه، وهتخلي اللون بتاعهم مثلا اللون اللي هو البني الغامق ده، وهتبدا هما الاثنين هتخليهم كونفيرت تو سمارت اوبجكت، ودبل كليك على اللاير وهتجيب البيفل من هنا. انا شغال معاك بسرعه عشان انا بشرح، فاهمني؟ يعني انت بقى اقعد ظبط لحد ما توصل للشكل اللي يريحك، تمام. انا ممكن اوصل للشكل ده، تمام. وهبدا اعمل دروب شادو وهقلل الديستانس بتاعته وهعلي السايز سنه بسيطه وادوس اوكي. ممكن اعمل كونفيرت تو سمارت اوبجكت تاني ودبل كليك تاني على اللاير واروح للبيفل، وهبدا المره دي اغير السهم ده، هختار الثلاث سهومه دول وهبدا العب في الارقام دي عشان تديني الشكل بتاع الازاز ده، تمام. اهو زي ما انت شايف كده. طبعا لو عملناه الستريتور هتدينا شكل احسن من ده، ولكن تمام يعني. بس يا صاحبي هتعمل لوك بقى للريكتانجل والباترن دي، وهتبدا تعمل سيلكت على دول وهتاخد منهم كوبي الناحيه دي عشان يبقى ده الظهر او الوش الثاني، والعمود ده دول بيتكتب فيهم الكلام او المواصفات بتاعه المنتج. انا ما اقدرش اقول لك المفروض نكتب فيهم ايه. دي كانت الفكره بشكل عام. خلاص، انا هنا بشرح لك تريكات الطباعه وتقسيم المقاسات بتاعه الطباعه، مش بشرح لك تصميم معين. التصميم ده براحتك يعني، انا بس عملت حاجه كده قدامك عشان تكون فاهم. وبس كده يا صديقي، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. اتمنى تكون استفدت، واتمنى اكون قدرت ان انا افيدك، واشوفك في فيديوهات جايه احسن واحسن. سلام.